يا جماعة هاي أذكى وأطيب سندويشات دجاج في العالم كله، طرية هيك وصوصها منها وفيها. إذا جربتوها مرة رح يصير عندكم إدمان وتعملوها دائما. ببدأ بمعلقتين زيت زيتون ومعلقة زبدة، بدوبهم، والدجاج قطعته هيك لمكعبات صغيرة، بس حميت عندي المقلاية على أعلى درجة. بحط الدجاج وبحاول ما أحط كمية كبيرة يكون هيك فوق بعضه. مجرد ما هيك أخذ لون من الأسفل بقلبه عشان ياخد لون على الجهة الثانية، شايفين، بدون ما ينزل ميته. بحط عندي البصل المفروم، الفليفلة، خضراء، حمراء، الألوان الموجودة عندكم، ممكن تكتفوا بلون واحد. بقلبهم كلهم مع بعض بس لحتى الخضرة اللي حطيتها تدبل. بحط البهارات المكتوبة. انا بستخدم صدور دجاج فهي ما بتاخد وقت على النار. هلا عندي بحط معلقه من صويا صوص وخلص. هلا عندي هيك جهزت. بحط عندي المايونيز والكاتشب والماسترد وبقلبهم مع بعض بس هيك يتشرب عندي الدجاج من كل النكهه وخلص. هلا جهزت عندي. بطفي النار. شوفوا بس قديش الخليط، شوفوا كيف جوسي وعن جد بشهي الدجاج. عشان هيك بحكي لكم انه صوصها منها وفيها. هلا مجرد ما رفعتها على النار وهي سخنه بحط عليها شرايح الجبنه وهلا رح تذوب على الحراره. طبعا سندويشات طيبة أكيد بدها خبز يكون فريش. بحط فيه شوي من الخس المقطع وباخد بعدين عندي من خلطة الدجاج. وشوفوا عن جد شو إنها بتشهي، عن جد رائعة، لازم تجربوها. بقدم معها البطاطا المقلية، جربوها رح تعجبكم، أنا متأكدة. صحتين وألف عافية.